الساعة 9 الصبح بتوقيت جرينتش. ملخص أداء السوقين اللي هو الأسترالي وطوكيو، لأن الاتنين خلاص كده قفلوا. أعلى سعر جابه هو سعر الافتتاح 3357، ونزلنا لغاية 3331، نفس النقطة اللي كان عندها يوم الجمعة الساعة 12 الظهر بتوقيت جرينتش، قبل ما ترامب يطلع يقول ان هو هيفرض 50%، واحنا طالعين من 3331 الى 3367. طبعا في ال 12 ساعه دول ظهروا تصريحين. اول حاجه ان اوروبا اعلنت ان هي اجرت اتصال تليفوني مع ترامب فيما يخص الرسوم الجمركيه، وفعلا بعدها بشويه طلع ترامب واكد الاتصال ده، وان هو هيأجل فرض الرسوم حتى 9 يوليو لغايه ما يتوصل الاتفاق. اذا فالتاثير اللي طلع الذهب يوم الجمعه ادي اختفى. رقم اتنين، طلع من حوالي نص ساعه تقرير من بنك اوف امريكا زي ما انتم شايفين كده، ان في كم سيوله دخل في حوالي 2.9 مليار دولار خرج من الذهب. يعني معنى كده ان السيوله دي اتجهت يا اما الى البيتكوين او الاسهم او السندات. ودي كده مؤشرات حتى الان ان الذهب هياخد اتجاه هبوطي شويه الفتره الجايه الى ان يجد جديد.